السلام عليكم يا جدعان. جاي لكم النهارده فيديو جديد. فكرة النهارده عن وفاة الكابتن أحمد رفعت. طبعا يا جدعان الموت ما يفرقش من غني ولا فقير. شوف هو كمان يعني كمان يا جدعان الراجل ربنا يرحمه ويدخله في ساحة جنات إن شاء الله يا رب. ويقول لك ايه ده مات وهو كان لعيب كورة، يعني ده المفروض يكون صحته حلوة. الموت يا جدعان ما بيفرقش من واحد بيهتم بصحته ولا مبيهتمش بصحته. الموت كل واحد معاه هيموت فيه يا جدعان. يا جدعان ربنا يصبر أهله يصبر مراته. ويا جدعان واللي ليه السبب في أذيته وموته يا جدعان. وطبعا يا جدعان انت عرفتوا اللي هو كان عليه ضغوطات كتير من الناس يا جدعان، ونفسيته كانت وحشة. ويا جدعان النفسية في الدنيا دي كلها بقت زي الزفت يا جدعان والله. كل واحد له همومه وليه مشاكله وليه يعني كل تفاصيل حياة واحد ليها بلاويها وليها مشاكلها. ويا جدعان تعالى نشوف بكاء إبراهيم فايق المذيع المشهور، وبكاء نادر شوقي على الهوا يا جدعان. يلا نشوف الفيديوهات. عندك اي اسئله ليا تانية؟ لا. بس حد عايز مني حاجه تانية؟ لا. ممكن امشي بقى زراعه. شكرا. هتيجي فوق. ماشي. اشكرك يا راجل جدع ومحترم، وربنا هيوفقنا ان شاء الله والدنيا هتنضف هتبقى كويسه. ممكن حد يجي يشيل الحاجات دي او سهله كبيره. ورجعنا له يا جدعان عن بعد الفيديو. يا جدعان عاوز اوريكم لقطة وقوع الكابتن احمد رفعت في الملعب. يلا نشوف الفيديو بتاعنا. معلش يا جدعان بس كده خلص الفيديو. معلش فيديو قصير بس يا جدعان على اقول لكم حاجة. اهم حاجة الصلاة يا جدعان، اهم حاجة الصلاة. لازم نقرب من ربنا كتير يا جدعان، عشان يا جدعان منفعش منقربش من ربنا. كل اللي يا جدعان اللي ماشي في سكة غلط يبعد عني، وده احسن له والله العظيم احسن له. عشان مفيش النفسية اللي احنا عايشين فيها والضغوطات اللي عايشين فيها ديت عشان احنا بعيد عن ربنا يا جدعان. جرب كده تصلي هتشوف نفسها دي عاملة ازاي، وتقرب من ربنا هتشوف عامل ازاي، وادعيله قول يا رب يا رب ييسر لي حالي وابعد عني الضغوطات ومشاكل الدنيا، انت معايا يا رب. معلش يا جدعان طولت عليكم، يا رب يكون في عجبكم. والبقاء لله لأسرة الكابتن أحمد رفعت، ندعيله بالرحمة يا جدعان. ربنا يرحمه ويرحم جميع الأموات المسلمين إن شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.